ادوات تنميه المهارات الانتاج المصري. طبعا احنا عندنا مستورد وعندنا طبعا من بدري، بس طبعا عشان في حمله جديده كده احنا كلنا حابينها ان احنا نشجع المنتجات المصريه كويس، فاحنا معاكم في الفكره ديت، وبجد بجد احنا بندعم المنتج المصري ايا كان. فحبينا ان احنا نوفر كميه بسيطه تشوفوها ونشوفها معاكم، ننبسط بالماتيريال. وبصراحه انا عجبت بصراحه، لا انا ما توقعتش ان الماتيريال تبقى حلوه كده. عندنا كل دول انواع مختلفه، هنشوفهم مع بعض عاملين ازاي. طبعا هي حاجات ما شاء الله جايه متغلفه، انا فكيت التغليف بتاعها عشان اعرف اصور. عندنا هنا كل الحاجات تنميه المهارات، البدايل بتاعتها. يعني عندنا مثلا مقاطع الحروف الانجليزيه والعربيه الموجوده، ده البديل بتاع البوكس بتاع الحروف الكبير، في كل حاجه فيه. يعني الانجليش موجود منه 130 قطعه بطريقه المنسوري، خامه خشب بتاعته ما شاء الله، الحرف متكرر 5 نسخ، والحروف كابيتال والسمول 3. بسم الله ما شاء الله، كجوده حلوه جدا. وفرناه يعني ما شاء الله، بجد هتنبسطوا بيه جدا، وسعره على قد الايد جدا جدا جدا. احنا عندنا موجود الكبيره للي حابب برده، موجود منه مصري برده. تاني حاجه معانا هنا مقاطع الحروف العربيه، دي عباره عن 160 قطعه بطريقه المنسوري، هتلاقي فيها برده التشكيل، الحرف الاساسي مع اول ووسط واخر كلمه مع الحركات، وكمان حروف المد باللون الاحمر، الحروف متكرره 4 مرات مع التشكيل. بسم الله ما شاء الله، بجد حقيقي كمنتج بيرفكت جدا، يعني حلو قوي، في كل حاجه تقدر تكون بيه جمل مش مجرد كلمه. وهيبقى الشكل عامل زي كده، بس طبعا احنا عندنا فيديوهات على الصفحه، بس ده الشكل اللي هيطلع معانا في الاخر. بجد حقيقي حلو جدا، وسعره برده على قد الايد. كمان معانا هنا حروف الصنفره اللي بره بتتباع، الحروف دي بتبقى مبلغ عشان نجيبها، وبتبقى جودتها عاديه خالص برده زي ديت. كل اللي فيها ان هي بتبقى مستورده، فعندنا هنا البديل المصري بسعر على قد الايد، وبيقدم لنا جوده احترافيه. دي بقى هنعمل بيها ايه؟ ديت يا جماعه عباره عن نشاط حسي من قسم المنسوري، عباره عن تاتش، مجرد ما احنا بنلمس الحرف الطفل بيستوعب الحروف والكلمات والحاجات زي كده بجميع حواسه، لان هو لسه بالنسبه له حاجه جديده. فعشان يحفظ اسرع ويكون بالنسبه له حاجه اعمق، لازم ان الطفل يستخدم جميع حواسه، سواء كان اللمس او النظر او الكتابه. مع حروف الصنفره الطفل هيقدر ان هو يوصل له المعلومه بطريقه سهله جدا، ومش هيتعبه خالص انه يعرف الحروف. معانا هنا الحروف كلها بتبقى فيه خشب كده ما شاء الله، كجوده ما شاء الله حلوه، وبيبتدي الطفل ان هو يمشي على الحرف. طبعا هو صنفره كماتريال حلو ومش شديد على الطفل خالص، انا مش عارفه هو باين ولا لا. بيبتدي الطفل ان هو يلمس الحرف وهو باصص، وبعد كده يلمسه وهو ايه متغمى. وكمان بيعرف احنا المفروض نكتب انهي اتجاه وشكل الحرف. ده موجود منه الكابيتال زي ده، وموجود منه السمول كمان، فبرده سعره رائع وجميل جدا، هيعجبكم قوي يعني. كمان معانا هنا حروف الصنفره العربي، هي بتيجي متغلفه من بره يا جماعه، وكمان متغلفه من جوه زي كده، بس الانجليش انا فتحته عشان نشوفه مع بعض. برده هيبتدي الطفل ان هو يتعرف على جميع الحروف بطريقه حلوه جدا وهتعجبكم. كمان معانا الارقام العربيه، بجد حقيقي المهاره اللي بيكتسبها الطفل عن طريق كروت الصنفره، بجد يعني هتنبهروا بيها ان شاء الله. كمان معانا هنا كذا مجموعه عايزين نتعرف عليها واحده واحده. معانا ال 150 نشاط تفاعلي، ومعانا برين جيم. خلينا الاول في ال 150 نشاط تفاعلي ده، لان بصراحه عجبني قوي. دوت عباره عن 150 نشاط نقدر نستخدمه لزياده التركيز والانتباه عند الاطفال، كلهم نشاطات تفاعليه رائعه. هنبتدي نفتحها مع بعض، هي في عندنا فيديو موضح جدا استخداماته وكل حاجه فيه، بس انا هفتحها عشان نشوف الماتيريال برضه، انتوا متعودين ان احنا حاجه تكون عندنا. ثواني وهكون معاكم. بعد ما فتحتها هقول لكم دلوقتي احنا بنستخدم، طبعا هي دي المكونات بتاعتها، الكروت وكل ده دوت الحاجات المشتملات اللي جوه، ومعاها البورد الخشب ديت، ومعاها القطعه الخشبيه ديت كتير جدا هنا. هنقدر نتعرف على المهارات، تقليد الانماط وشكل وظله، نص شكل نص ظل، والكل والشكل، كل الحاجات دي كلها، حتى كمان التركيز السمعي البصري، كل الحاجات دي هنقدر ان الطفل ان هو يدركها بمجرد ان هو يتعرض للعبه ديت. فبجد حقيقي دي ثروه لازم تكون موجود معانا، لازم تكون موجوده في اي بيت عشان الاطفال يتنمي مهاراتهم، وبجد هتبقوا مبسوطين قوي. تاني حاجه هتبقى معانا البرينت جيم، دي برضو شويه مجموعات او شويه انشطه عشان ننمي بيها مهارات كتير دماغيه عند الاطفال، ومعاها كل الادوات اللي تقدر ان احنا نقدر ان احنا من خلالها ان احنا نتعرف على حاجات كتير قوي. عايزه اقول لكم ما شاء الله من هنا تقدروا ان يعني هي شرحها برده موجود في الفيديوهات، بس بجد حقيقي حلوه جدا هتعجبكم، ومهمه جدا برده لكل طفل، وفيها مهارات كتير ومنوعه عشان خاطر ننمي بيها التركيز بتاع الطفل والانتباه. كمان معانا الدفعه الاساسيه او المجموعه الاساسيه لاي طفل لسه بيتعلم قراءه وكتابه جديد، بجد حقيقي مبهره، فيها 51 نشاط. وانا نسيت ان انا افتح البرينت جيم، بس هي برده هتكون مكونه برده من الشيتات، وعشان كده انا يعني ما فتحتهاش، بس ثواني هفتحها.